قعدة صفا. ايه اصدقائي، اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من البودكاست المفضل بتاعكم قعدة صفا. النهاردة 4 رمضان وانا بس كان يعني كنت بفكر في الموضوع كده وحاسس ان انا عايز ادونه. لاني كنت قاعد اتكلم مع نفسي وقلت ما تخليني اتكلم مع المايك. الحلقة دي هتنزل امتى بقى، فين، ازاي؟ ما اعرفش هتنزل خلال الشهر او لا، هتبقى مناسبة اصلا انها تنزل. I don't know. بس انا بس هتكلم شوية. هتكلم عن ايه يا نور؟ عن موضوع حساس شويتين يخص الحب، ولكن بقى المرة دي هنخصص الحب ناحية العلاقات. بمعنى العلاقة بين الولد والبنت اللي بتروح ناحية الحب، مش علاقات الصداقة يعني. وخليني احكي لكم حكاية، او مش عارف هنبدأ الموضوع ازاي يعني. بس العالم حولنا كلنا يعني كده بقى الموضوع مباح ومتاح وامش يعني. مش هدفي من البودكاست او الهدف في الحلقة ان انا اقول على فكرة ده حرام وكده، لكن هدفي ان انا افكر بصوت عالي واطلع خواطري اللي تخص الموضوع. لان زي ناس كتير اكيد انا نفسي في حاجة زي دي، بس بفكر كتير وبلاقي نفسي في الاخر ان انا لا، انا مش عايز يعني. بيفضل في صراع اللي هو هل لو حاجة زي دي اتيحت ليا هل هعملها ولا لا انا عايز اعملها بالطريقة المنضبطة بس، ولا هبقى اللي هو علاقة بحدود وبعد كده تتحول لشيء تاني. رغم ان لما بحثت في الموضوع حتى موضوع الحدود والمش عارف ايه وبتاع ده يظل حرام يعني. بس انا هتكلم بصوت عالي بدون وضع احكام على حد، وبدون عمل نفسي شيخ. انا بتكلم بس بخواطر بالحبة القليلين اللي انا سمعت وعرفت عنهم، وباللي جوايا. بغض النظر عن بقى ايه الصح ايه الغلط. انا مش عالم، محدش ياخد مني معلومات دينية، محدش ياخد مني اي حاجة. انا بس بعبر عن نفسي، فده مش مرجع تقتدي بيه حد. ده بني ادم بيتكلم قد يكون جاهل. تمام. فانا كده حطيت الديسكليمر علشان محدش يقول لي لا على فكرة انت مش عارف قلت كذا ولا حد يقول لي اصل نور بيعمل كذا. انا مش حد تاخد تعتبره ريفرنس على اكتر بني ادم جاهل في الدنيا. اوكي. طيب. الحب من المتعارف عليه ان العلاقات ما بين الرجل والمرأة يعني يجب ان تكون بحدود، وغير كده تبقى حرام. حرام بقى يعني يكون بقى ان حرام لانهي درجة. دي مش بتاعتي اللي هو لا احنا بنتكلم بس، لا احنا لا احنا بنمسك ايد بعض بس، لا احنا سوت لما نبوس بعض بدون مشاعر والجو دوت. فانا مش بتاعتي اللي هي درجات الحرمانية. ولكن العلاقة في حد ذاتها ان كنت بعملها او ان كنت بعملهاش او بتاع، هي اعتقد ان لها ضوابط. ان لا وهي ضوابط يعني صارمة، ان لم تكن موجودة هيكون الموضوع حرام يعني. ولكن آه، في المجتمع مش ده المتعارف عليه. هتلاقي عادي. انا بصوا، انا في حاجات ممكن اكون من بقولها هعملها بعملها او مش عارف، بس انا مش حابب ان انا اقول انا بعمل كذا علشان ما يبقاش من باب المجاهرة بالمعصية او كده. فانا هحاول ان اي حاجة عايز اتكلم عنها ان كنت بعمل يعني عشان بس ما تفهموش ان انا بنظر عليكم وانا فوقكم. ولكن انا مش عايز اقول انا بعمل كذا، فاي حاجة هحاول ان انا اضرب عليها امثلة علشان ما يبقاش الموضوع فيه مجاهرة بمعصية او حاجة زي كده. وان كان في حاجة ينفع اقولها، شايف ان ينفع اقولها، هقولها يعني. فهي الحلقة قد تكون بالنسبة لي اصلا هتتوهني، اللي هو المفروض اقول كده المفروض ما اقولش كده، لان زي ما قلت هو مجتمعيا الموضوع عادي. اللي هو رايح مكان في الكلية في المش عارف مين، قاعد وسط بنات بتتكلم مع بنات، بتخرج بتضحك بتهزر بتاكل بتشرب بتعمل ده متعارف عليه وموجود كتير، بل وهو الطبيعي في المجتمع يعني. ولكن من ناحية تانية
هتلاقي اننا كأولاد يعني مهما كانت فطرتنا سليمة، مهما كان لا دي زي اختي وده كذا ومش عارف ايه وبتاع، الا ان في ميل بيحصل. في ميل بيحصل، ده نتاج اننا بشر، وده نتاج ان هي دي الفطرة السليمة. وده مش غلط منك، على قد ما يعني على قد ما هو اصلا ده الطبيعي. انت لو ما عملتش كده يبقى في مشكلة اصلا يعني. طبعا مش اتجاه كل المال هب ودب يعني، يبقى انت كده برضو عندك مشكلة يعني. بس انا بتكلم ان الطبيعي لما تتعامل ويبقى الباب مفتوح ويبقى فيه كذا فلانة وفلانة 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 وفلانة، هيحصل ميل لأي حد، لأي حد يعني فيهم. وده دايما بقى بيبتدي تسأل في دماغك، يعني انت اصلا يعني اعتقد ان الموضوع بتاع العلاقات ما بين الولد والبنت والحب في الصورة اللي فيها ضوابط احنا اللي حاطينها مش ربنا اللي حاططها، اللي هو احنا محترمين جدا، احنا بنتكلم بس بنضحك بنهزر، مفيش لمس ايد، مفيش احضان، مفيش كذا مفيش كذا مفيش كذا مفيش كذا، ومحافظين على نفسنا من المعاصي دي. مهما كانت كده، او يعني المتعارف عليه ان الحاجات دي اذا ده تمام وعادي وبتاع، ودي ضوابطنا احنا، دي مش ضوابط ربنا. فالواحد دايما بيفكر هل هو عايز يروح للناحية دي، اللي هي الناحية اللي في رأيي لا ترضي ربنا، ولكن احنا عمرنا ما بنفكر دايما في العلاقات. ما بنحطش يعني الدين في الحسبان لسبب ما عرفوش، لسبب ما عرفوش، لان الموضوع كومن يعني، ولا اهلنا بيتضايقوا. العالم بقى منفتح يعني، انا لو رحت قلت لماما ان انا صاحبت بنت في الكلية وبحبها، هي مش هتقول لي حاجة. ولو نفس البنت دي راحت لأهلها قالت لهم ان انا في ولد عجبني وبتاع، مش برضو في كتير من البيوت مش هيبقى عندهم مشاكل وبس هيهتموا ان هم يعرفوا الولد وبتاع ومش عارف مين، او ده اللي انا بشوفه في البيئة اللي حواليا يعني. مش طبعا كل البيئات، ولكن ده بقى المتعارف عليه بكتر. الموضوع بقى طبيعي جدا انه بيحصل قدامنا وفينا، وجايز نكون احنا نفسنا فيه يعني، عشان عايزين نتكلم بصراحة بعيدا عن لغة الشيوخ بقى ولغة البتاع. نحن شباب فاهمين بعض، خلينا نتكلم براحتنا. الناحية التانية بتاعت البنت عجبتني، فأنا لأ، أنا مش عايز أروح للباب دون. وعايز ان لو كده يبقى خلاص ندخل باب من بيته ومش عارف ايه وبتاع. بيقابلك بقى مشاكل كتير منهم، انت لسه صغير ومش عارف ايه هتدخل باب من بيته فين؟ انت عيل صغير اصلا، ولا بتعمل ولا بتسوي ولا بتنايل، وحتى لو بتعمل وبتسوي تنايل فهو مش متعرف عليه، فانت بقى المفروض تفضل صابر السنين لحد ما يعني الموضوع كده اهو. والباب السهل بقى اللي هو ايه، ايه، ما نعرف البنت ونعرف اهلها واهلها يعرفوني ويفضل فيه، واللي بيحصل كتير يعني هو ده وفي الحاجة التالتة اللي هي البنت اصلا ما بتبقاش يعني بتبقى عادي، مش يعني الحب بيبقى من طرف واحد او الاعجاب من طرف واحد بشكل ما، والواد بيفضل يحاول ويحاول ويحاول بشكل كده من تحت الترابيزة، من تحت لتحت، ان هو يرمي حاجة هنا يرمي حاجة هنا، يعمل كده يعمل كده يعمل كده. وكذلك لو في بنت برضه هي اللي من طرف واحد بتحاول ان هي ترمي كده، تساعد هنا تعمل ايه وده برضه دايما دايما في دماغنا يعني بنتعامل بكونسبت بشري جدا في النقط دي. ما بنحطش ابدا ابدا ابدا، او انا شايف ان ده ما بيحصلش، ما بنحطش ابدا ابدا الدين في الحسبان ابدا يعني. ولان احنا في رمضان، ولان الواحد ما فيش شيطان، ولان الواحد بيفكر في الحياة وبيفكر في الحاجات اللي نفسه فيها وفي يعني جزء ديني كبير داخل في يومه، فدي من الحاجات اللي الواحد كان بيفكر فيها. ولا يخفى عليكم ان انا اكتر بني ادم يعني واضح من كلامي في الحلقات اللي فاتت ان انا اتمنى ان اجد الحب في حياتي في صورة بني ادم، وبعد كده نكمل حياتنا سويا بقى في صورة ربنا يرضاها وبتاع. ودايما هتلاقوني بدور على الموضوع، دايما هتلاقيني من زمان قوي بقى
مين هي دي لا لا بنروح الكلية، هي دي لا لا نروح مش عارف في الدروس ايام ثانوية عامة، هي دي وعايش في الايه في الدوامة بتاعت هي دي سنين، يعني سنين لحد النهاردة عادي. ولكن من الناحية التانية بنضج، اللي هو احنا اصلا ينفع نعمل ده ولا ما ينفعش نعمل ده؟ وانا عايز اتكلم في فكرة الحب اصلا، اللي هو الغير شرعي اللي بيعمله في البني ادم. انا كان ليا تجربة سابقة. كان في بني ادمة انا كنت بحبها جدا، وهي كانت تجربة واحدة وانتهت ومن زمان يعني. هي في حالها دلوقتي، انا في حالي، وان كان ربنا يبارك لها. انا مش هتكلم عنها، انا بس عايز اتكلم عن التجربة، او التجربة عملته فيا نفسيا ومن النواحي دي، علشان التجربة دي هي اللي مخلياني اتعظ في اللي انا في اللي في دماغي دلوقتي، واللي جايز يطلع منها شيء مفيد لحد فيكم. بس انا طبعا مش هتكلم في تفاصيل يعني خالص، انا بس عايز اخد الجانب النفسي من الموضوع. هحاول على قد ما اقدر. انا كنت بحبها جدا. الكلام عن الموضوع صعب. الكلام عن الموضوع صعب لاني مش عارف اقول ايه اللي ما يتقالش، ايه اللي يتقال، ايه اللي مش عارف ايه فالواحد ايه مش قادر، مش عارف يروح فين ومنين وازاي. لكن انا بس عايز اوصل لنقطة، لازم اذكر قبلها شوية حاجات عشان اوصل للنقطة دي، علشان هي دي اللي انا عايز اخد منها عبرة. فخلونا هنركز في الستوري تيلينج بتاعنا، ونتمنى ان احنا نقدر نقول الحكاية بدون خططان حاجات ما ينفعش تتحط يعني. قضينا فترة طويلة مع بعض. كنت فاكر ان هي البنت اللي انا عايز اكمل معاها حياتي، وهي اللي انا عايز اتجوزها، واي تخيل في دماغي عن بيتي المستقبلي كان دايما ما اجي اتخيل كده، هي موجودة وبتعمل الاكل وانا قاعد بعمل مش عارف ايه وكانت يعني طبعا كنا يعني انا كنت بعمل حاجة غلط. مكالمات التليفون اللي بالساعات وحاجات كتير وحاجات كتير تجاوزت الكلام. بس يعني انا عايز اقول كده يعني مش عارف ينفع اقول كده ولا لا. بس تجاوزت الكلام، مش ما اروح يعني مش زي ما دماغكم رمت بعيد قوي، بس في تجاوز عن الكلام شويه وخلاص. خلينا ما اقولش اكتر من كده يعني. ده كان اثره عليا ايه ده كان اثره عليا ايه خلينا نخلع من الحكايه ونهرب منها سريعا. في فتره كنت مبسوط جدا، يعني كنت طاير من السعادة، وكنت حاسس ان حياتي مملية، وكنت حاسس ان انا سعيد ومبسوط ومفيش حاجة ناقصاني، وعندي بني ادمة بتحبني وانا بحبها وشعور يعني ما اعتقدش انه في اجمل منه في الوجود. شعور الحب انا ما اعتقدش انه في اجمل منه في الوجود تماما تماما يعني. اسأل مجرب. كون انت لاقي حد مهتم بأمرك، يشغله حزنك ويشغله همك ويشغله وجودك ويحب وجودك ويعني لك أهمية في الحياة. وجودك فارق، عكس ما تكون زي دلوقتي كده. لا انا بصراحه يعني نضجت من الحته دي. انا مش شايف ان انا لو مت دلوقتي ما فيش حد هيزعل، لا في ناس كتير هتزعل، في ناس كتير بتحبني. من شهر كنت بقول عكس كده وعادي تطور حصل، وانا مش شايف ده. انا شايف ان في ناس بتحبني، وانا شايف ان وجودي مهم لناس كتير، حتى لو ده مش ظاهر حواليا. لكن بعد التفكير في الموضوع وصراعات كتيرة أنا اقتنعت بذلك يعني. مش مهم نروح للحتة دي دلوقتي، ولكن ماذا كان يحدث في قلبي في تلك الفترة؟ وماذا حدث بعد أن انتهت تلك العلاقة؟ كنت مبسوط جدا في الأول ومش عارف مين وبتاع، وبعدين ابتدى يحصل حاجة غريبة. إن الواحد وهو لما كان بيبتدي يعمل يعني كانت سعادة في الأول، وبعد فترة الموضوع ابتدى يقلب بضيق مش سعادة. ازاي؟ ان الواحد لما كان مثلا بيعمل ايا كان الشيء بقى، انا مش عايز اسمي اشياء بعينها يعني. بس كان كنا بنعمل حاجة مع بعض ايا كانت ايه هي، كنت ببقى مبسوط في وقتها. مجرد ما هي تنتهي واقعد مع نفسي افضل حاسس بالضيق. كنتش بفهم الضيق ده جاي من ايه، كنتش بفهم الخنقة دي جاية من ايه، ما كنتش بفهم خالص. لان وقتها الواحد اصلا ما كانش قريب من ربنا وما كانش فاهم كويس يعني.
او يعني الواحد كان بيصلي الحمد لله، بس ده هو هي دي الصلاة وانتهى الامر يعني. ومع كتر الغلط، يعني مع كتر الحاجات الغلط اللي بتحصل، كان بيكبر معاها الضيق على قد حجم الحاجات. وانا لن انسى اول مرة كسرت فيها حاجة كنت فاكر ان هي مستحيلة، بغض النظر عن اي هو ذنب حصل بتاع إيه. ولكن لن انسى اول مرة عملت الذنب ده، ان في حاجة اتكسرت، اللي هو زي ما بيقولوا ان هو الذنب بيخلق في قلبك نقطة سودة، وكل حسنة بتخلق نقطة بيضاء، وعلى قد الذنوب اللي بتعملها يبتدي قلبك يتملي بالاسود 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 لحد ما يبقى كله سواد وكله ذنوب وكده. فلما دي اتكسرت اصلا، وعلشان كده ربنا كان يعني او ما اعرفش يعني لا تقربوا الزنا عموما. انا ما انا بتكلمش اني رحت ناحيه الحته دي، بس هو بيقول لا تقربوا، فدي الحته دي ده اللي جت في دماغي، لا تقربوا اصلا، يعني اللي هو ليه؟ لان الغلط بيجيب غلط اكبر، بيجيب غلط اكبر، بيجيب غلط اكبر، بيجيب غلط اكبر، بيجيب غلط اكبر 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 لحد ما نوصل بقى لحته الزنا. فهو من الاول كان بيقول لا تقربوا الزنا. انا بقولش ان احنا رحنا لاي حاجه من الحاجات دي، ولا بقولش كده، انا بس عشان بس الكلام يبقى واضح، انا بتكلم في فكره عامه. تمام. وزي ما قلت، اي ذنب كان حصل كان اللي هو بقى كويس قوي في الاول، مبسوط جدا، سعيد جدا، حاسس ان انا تمام، وفي نفس الوقت انا نيتي كانت سليمه. يعني هو انا هي البنت دي انا بحبها، هي البنت دي انا عايز اتجوزها، هي البنت دي فبتاع، في اي حاجه ان شاء الله ربنا يتوب علينا منها، ولما نتجوز يبقى احنا كده طبعا ايه الموضوع كنت عيل صغير يعني. المشكله ان انا كل مره بقول كنت عيل صغير يعني، اخاف ادخل في حاجه دلوقتي وبعدين ارجع كمان 3 4 5 سنين وانا كنت عيل صغير يعني. مش عارف يعني. المهم، الاحساس بالذنب ده كان جاي نتيجه ايه بقى؟ كان جاي نتيجه ان احنا ده رايي، ان احنا مخلوقين على فطره سليمه. اللي هو لو انا مش على فطره سليمه، انا ما اعتقدش ان انا كنت احس بالذنب اصلا، ما اعتقدش ان انا كنت احس بالخنقه، لاني كنت بقعد على السرير بالليل افكر كتير قوي ان انا احس بالذنب، وان انا مش عايز احس ان انا مش عايز اقرب منها، واحس ان انا قرفان ومش عايز اكمل في البتاع ده، وبعدين غصب عني اكمل، وبعدين مش عارف ايه، وبعدين لحد اصلا ما العلاقه بدات تتوتر كتير جدا، يمكن مش عارف بسبب الحاجات دي، بسبب حاجات تانية، يعني حوارات كتير قوي ادت لان العلاقه تتدهور. وزي ما قلت انا كنت بحبها، فلما العلاقه تدهورت وهي مشيت، واضطريت ان انا اكمل يعني حياتي. أم... اتكسرت، اتجرحت، اتفشخت. حزن لم يسبق له مثيل. دي لم يسبق له مثيل. رغبة في عدم فعل أي شيء لم تكن موجودة من قبل. أنا مش عارف ليه بتكلم لغة عربية، معرفش، ولكن هي كانت فترة صعبة، كسر رهيب، وميكس من الحاجات الكتيرة الرهيبة، من إحساس بالذنب، من اكتئاب وانهيارات وبكاء وزعل وعصبية وضيق كنت في القاع تماما، في القاع. لو في وصف أكتر من القاع هقوله، يعني ان الواحد يعني بعد ما بيحصل انفصال ما بينك وما بين حد بتحبه، انت مبتبقاش عارف انت مين اصلا. ليه؟ لان انت في جزء كبير من حياتك قضيته معاه، وحصل تداخل كبير قوي 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 في شخصياتكم، لدرجة ان انت كده وانت قاعد مع نفسك بتبتدي يعني بتعمل افعال، وبعدين بتسأل نفسك هو الحاجة اللي انا عملتها دي، هو يعني في حاجات كتير كنت بعملها وبلاقي ان انا كنت يعني اتعلمتها منها، او اللي هو بقيت بعملها علشان هي بتعملها هي كمان. فكان عندي أزمة أصلا مع ذاتي شخصيا، اللي هو أنا مين؟ لأن العلاقة خلتني عبارة عن أنا وهي، فلما هي ما بقتش موجودة فضلت أنا وهي، بس هي مش موجودة، فحصل أزمة، فابتديت يعني خصوصا وكمان أفعال كتير قوي من اللي كنت بعملها في حياتي ما كنت بعملها وهي موجودة. كان خلاص كل الافعال دي متعلقه بوجودها، المكان اللي انا قاعد فيه، المج اللي بشرب فيه القهوه بتاعتي، المكان اللي بشتغل فيه، الاماكن اللي بروحها،
كل الحاجات دي بقت مرتبطة بيها، فبقى التعامل اصلا مع الحاجات اللي في حياتي الطبيعية صعب، لانه اتخلق وهي موجودة، وذكرياتي كلها معاه كانت وهي موجودة. فده سبب أزمة. وده يفسر عموما قد ايه الموضوع صعب انك تخرج منه، خصوصا لو انت كنت بتكن للشخص ده مشاعر حقيقية بينك وبين نفسك. آم، او بلاش مشاعر حقيقية، ممكن ما تبقاش بتكون له مشاعر اصلا، ولكنك متعلق بيه زيادة عن اللزوم. ويمكن علشان كده برضو الواحد كان بيحاول يغير كل حاجة بقى، اللي هو انا مش عايز اروح الاماكن دي تاني، انا ما عدتش اشرب في البتاع ده تاني، ابتديت ارمي حاجات كتير كانت عندي، ابتديت حاجات كتير بقى بالشكل ده. ليه؟ لان هو الواحد بيعيد تعريف ذاته، بيبتدي اصلا يتساءل هي الحاجات اللي هو بيعملها دي بتمثله ولا بتمثلها، ولا ايه الموضوع بالظبط. فنغير بقى، كان شعرك طويل احلقه، كان نايم على السرير روح الجيم، كنت بتروح الكلية ما تروحش فاهم؟ كل حاجة غير 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 غير، وتلاقي نفسك عمال تتغير وتضطرب وبتاع. كاره كل حاجة حواليا، مش عايز اعيش اصلا، مش قادر اعيش اصلا. مكسور جدا، حاسس ان انا لوحدي، مفيش حد بيحبني بقى. كل المشاعر اللي انا قعدت، كل المشاعر الحلوة اللي في الحياة دي بين يوم وليلة انتهت. تصرفات غير منطقية بالمرة، أفعال غير منطقية بالمرة، حاجات صعبة كتير حصلت يعني. وأنا كنت شايف إن أنا أستحق ده. ليه أستحق ده؟ لأن من الحاجات اللي قريتها، أو يعني يمكن مش عارف أنا قلتها ولا قريتها ولا إيه، ما تعملش حاجة ما ترضيش ربنا وبعدين تستنى في الآخر نتيجة مرضية ليك. دي الحكمة اللي أنا طلعت بيها من ورا الموضوع. تعملش حاجة ما ترضيش ربنا وتستنى من وراها حاجة مرضية. ورغم ان هي كانت تجربة مؤلمة جدا بالنسبة لي، برجع اقول انا بني ادم ايموشنال جدا وبتاع وكده، فانا يعني لما تسمعوا نور اللي في الحلقات اللي فاتت وتعرفوا هو قد ايه ايموشنال، هتقدروا تعرفوا ممكن اثر حاجة زي دي يكون عليه عامل ازاي. ولكن انا شايف ان هي لولا التجربة دي انا ما كنتش هبقى حذر ناحية المواضيع دي حاليا. ليه؟ لان انا عرفت هي قد ايه مؤلمة، عرفت قد ايه هي بتوجع، عرفت قد ايه هي بتكسر، وان انا لو ده حصل لي تاني انا مش هقدر استحمله نهائي يعني. وكان من رحمة ربنا ان هو دخلني في دوامة الألم دي علشان ابقى ده دلوقتي اصلا يعني. فبقيتش عايز ده، ما بقيتش عايز ان انا لو في ميل حصل ناحية اي بنت بقابلها في حياتي او بتعامل معاها، ان انا اخد الموضوع للسكة دي. بقى الموضوع بالنسبة لي واضح جدا، وهي فكرة انا اعجبت ببنت، شفت صفاتها كده، عرفت عنها اكتر، حصل حاجات بينت حاجات مش عارف ايه، ابتدى الموضوع يبقى واضح قدامي. يوم ما فاتحها في حاجة هتبقى حاجة يعني، اتمنى ربنا يعني ايه، يعني اتمنى ان لا يختبرني ربنا في ده، لان هو الواحد ممكن يكون يعني جواه ايه، ان هو انا استحالة اعمل كده وده اللي هعمله ودي الحاجة اللي المفروض اعملها وبتاع، وبعدين ربنا يجي يختبره ويلاقي نفسه وقع. فيعني الله لا يختبرنا يعني، الا لما نكون مستعدين للاختبار، لو كده مش عارف بقى يعني حتى. بس كان الموضوع اللي هو انا مش هدخل في اي علاقة حب وبتاع الا لو بشكلها السليم والواضح، اللي هو انا متأكد، انا حاسس هي دي البنت يعني هي دي اللي ينفع تكون ام لولادي، هي دي اللي هينفع تكون زوجة فعلا، هي دي اللي هينفع تكمل معايا حياتي، هي دي اللي هتطورني، وهي دي اللي انا هبقى دايما مستعد ان انا اقدم لها حاجات وبتاع ومش عارف ايه. اذا وطبعا يعني دي مش الفلاتر الوحيدة، في فلاتر عشرات الفلاتر يعني، بس مش هقولها دلوقتي يعني. اذا يا بنت الناس، انا عايز اتقدم لك، او حاسس بحاجه وانا، انت ايه رايك؟ انا عايز ادخل باب من بيته. ده الموضوع بالنسبه لي. هل انا حاسس ان انا قده دلوقتي؟ لا. هل هي
مثلا علشان ماديا او بتاع، ما اعتقدش دي هتبقى المشكلة الاكبر. بس هو نفسيا انا مش قد ان انا اشيل المسؤولية دي دلوقتي، مش حاسس ان انا هقدر اشيلها دلوقتي، مش حاسس ان انا اب حاليا، او مش عارف يعني. وفي نفس الوقت مش حاسس ان الناس هتاخدني بجدية يعني. مش حاسس ان انا لما اجي ادخل البيت من باب ولا شكل عيل صغير كده في حد تعالى يا حبيبي انت عايز تاخد بنتنا، اتفضل ايه عندك جوه خدها. يعني هو ده اللي احنا عايشين فيه يعني. والمجتمع راغبنا على اننا ما ده ما يحصلش في السن ده لسبب انا ما اعرفوش. بس رغم ان انا شايف ان هو ده يعني الطبيعي اصلا ان الجواز يحصل في السن ده. لو انا داخل على 21 سنة الشهر ده اكشلي، لا الشهر الجاي، الشهر الجاي، فالمفروض 22 23 سنة انا اكون عندي بيتي يعني، المفروض يعني. ولكن يعني ما اعرفش، اتمنى ربنا يوفقنا لذلك يعني، ويضع في طريقنا من من نريد ونحب ونرضى. انا مش عارف ليه بتكلم لغة عربية. المهم، بس الواحد برضو يعني بما ان هو شيء كبير وهو يريده وبتاع وكده، ما بيدورش، ما بيبطلش تدوير يعني، بطلش تدوير ورا البنت اللي هتكمل، اللي هتعمل، اللي مش عارف ايه، بشكل عاقل بشكل ما يخليهوش يقلل من نفسه، بشكل يخلي ليه وزنه، مش عارف ايه لفظها المحترم يعني. مش عارف اقولها، مش عارف اقولها ازاي، بس انتوا فاهمين. اللهم اني صائم. وانا اعتقد ان ده من الفطره يعني. انا ما اعتقدش ان ده غريب، انا ما اعتقدش ان كون ان الواحد بيدور حواليه على حد ينفع شريك حياه، يبقى ده شيء مش فطري يعني. انا اعتقد ان ده شيء عادي بصراحه. فالمهم ان في كذا حاجه بقى. فكره ان انا يعني هل هي مثلا، هل هي ظلمتني علشان هي مشيت واحنا كان في وعود وبتاع ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا؟ لا. ليه؟ لان احنا في الاساس كنا بنعمل حاجة غلط. واللي انا سمعته ان في حاجات مصونة وفي حاجات مش مصونة. يعني ايه مصونة ويعني ايه مش مصونة؟ انت مشاعرك مصونة، وشرفك مصان، و... وايضا يعني ممتلكاتك مصونة. يعني ايه مصونة؟ يعني ما ينفع يعني حرام ان حد ياخدها منك او يفرط فيها او كده اهو. دي حاجة كنت سمعتها من الشيخ محمد الغليظ يعني. المثل اللي انا هقوله ده مش بتاعي. ان هو مثلا لو انا دخلت في بيت حد ولقيت عنده ازازة خمرة، تمام، الخمرة دي مش مصونة، مش يعني حاجة مش هتحاسب لو انا قمت رايح مسكتها وقمت كاببها في البتاع. هو ما صاحب الخمرة دي ما يعني طبعا انا بتكلم في ان انا دخلت عندك وانت صاحبي وبتاع، فانا قمت واخد البتاع وكاببها في الحوض وقمت سايب الازازة. انت ما تقدرش تيجي تطالبني بحقها. انا مش يعني انا مش مطالب ان انا اديك حقها دينيا شرعا. ليه؟ لان هي مش مصونة. ممكن لو كسرت الازازة نفسها بتاعة الخمرة وده يبقى فيه شك اصلا، ان انت تطالبني بالازاز اللي اتكسر لان الازاز نفسه مصون. طيب، مشاعرك وعرضك ومش عارف مين مصونة. واحدة ايه، مش رقاصة، انت قمت رايح قال لها انت رقاصة، فانت كده شتمتها، هي كده ليها حق عندك. لكن لو هي اصلا رقاصة وانت رحت قلتها يا رقاصة، طب ما هي رقاصة، اذا هي فرطت اصلا في ايه، في شرفها وعرضها. فانت لما تيجي تقول لها اذا هي شرفها وعرضها دلوقتي مش مصان. طيب، انا مشاعري و... وكل الحاجات اللي دي مصونة. انا قمت جاي بقى مفرط فيها ورميها لوحدة، و... وقعدت ارمي بقى مشاعر وارمي مشاعر واحب وارسم تخيلات وودي من قلبي ودي من كذا ودي 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 ودي، وهي قررت ان هي تمشي ومثلا وبتاع. انا مش يعني
مش قصدي ان هي بني ادمه رائعه، هي بني ادمه انا بقدرها وبحترمها ولها مني كل التمني بالتوفيق في حياتها. ده مش موضوعنا، تمام. ولكن انا بتكلم في ان هي مشيت مثلا نعتبر المثال ده خارج عني يعني. هل 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 انا اقدر اقول لها انتي ليه مشيتي مثلا، او ان هي كده ظلمتني؟ لا. ليه بقى؟ لان لما رميت مشاعري وفرطت فيها وعملت حاجة اصلا هي في اساسها غلط، اذا المشاعر دي لم تعد مصانة، وبالتالي انا هي مش مطالبة ان هي تحافظ عليها اصلا، او ان هي كده تكون ظلمتني، او ان مش عارف ايه او بتاع. ناحية تاني، انا في بنت في الكل برضو مثال مش عليا، تمام. في بنت في الكلية بحبها، تمام، حاسس ان انا بحبها ومش عارف ايه وبتاع وكده. انا اتكلم فهي مثلا يعني هي حاطه حدود قوي ومش عارف ايه وبتاع وكده او مش حدود قوي يعني، بس اللي هو يعني بتتعامل في حدود المسموح، مش عايزه حاجه اكتر من الطبيعي اللي هو برضو مش حدودنا، اللي هو قصدي مش حدود ربنا، اللي هي حدودنا، اللي هو بنتكلم بين كلية وبنعمل تاسكات، ممكن ناكل مع بعض واحنا قاعدين كجروب مش عارف ايه، اللي هي الحاجات اللي احنا شايفين ان هي متعارف عليها وعادية. انا عاوزت حاجة اكتر من كده، فابتديت ان انا احاول ان انا اروح ناحيتها اكتر، او اتكلم معاها اكتر، او اعمل مش عارف ايه اكتر. هي ما بدلتنيش ده. هل ده معناه مثلا ان هي كده ما بتحبنيش؟ هل ده معناه ان انا ما اتحبش مثلا؟ هل ده معناه ان انا كل شويه احب حد من طرف واحد ومش عارف ايه مثلا وكده؟ لا. ده معناه ان هي بني ادمه محافظه على مشاعرها، ومحافظه على نفسها من الفتنه، ومن الشيء اللي هيؤدي بها اصلا الى الكسرة والقهرة والحاجات الكتيرة دي في اغلب الاحيان. يعني ما بنقولش ان كل الحالات بيحصل فيها كده، ولكن انت عملت حاجة ما ترضيش ربنا، ده المتوقع اللي هيحصل. حصل حاجة تانية، ده مش هقدر اقول شطارة او نجاح يعني، بس لان هو في الاخر لو فضل مبني على غلط فهو هيفضل غلط. بس لو حصل حاجة تانية، وده ما بيحصلش في اغلب الحالات يعني، هل ده بيفرق بقى في عقلية البني ادم والبني ادم اللي في جوه العلاقة؟ انا من وجهة نظري انا بقول يعني اللي هو لان في كتير من الناس اصلا بيبقوا داخلين متعة كده وعايزين يتبسطوا ويجربوا ويعملوا وبتاع ومش عارف ايه، ولكن في ناس تانية بتبقى واعية ومدركة وفاهمة هي داخلة تعمل ايه، وداخلة على اساس اختيار صحيح مش على اساس اختيار هوائي اصلا. فدول بيكملوا اوكي، لكن حتى كملوا او ما كملوش فهو الموضوع مبني على الغلط اصلا. تمام. تمام. فاذا لما ده يحصل، ده مش معناه مثلا ان انا مش عارف انا ربطت الاتنين ببعض ليه، بس ده مش معناه ان البني ادمه دي لو انت شايفها يعني تنفع وبني ادم مناسبه وبتاع، ان هي كده رفضتك. لا. ده معناه ان انت برضو ممكن تكون من نصيبك، ولكن بشكل طبيعي. لان هو اصلا ده الصح ودي الفطره السليمه. كون ان انت عايز تطلع منها على حاجه مش صح. مش كل الناس، خصوصا الناس المتربية كويس واللي في أسرة سليمة واللي متشبعة بالحب وكذا وكذا وكذا، هتطلع معاك للحتة دي. فأي رفض انت بتقابله أصلا من ناحية حد، أنا شايف إن هو مش رفض حقيقي على قد، وهو أصلا مش رفض لأن انت ما رحتش بشكل صريح كده قلت أنا عايز واحد اتنين تلاتة أصلا يعني. ولكن الفكرة في إن تطور العلاقة أصلا إنه يمشي، ده الطبيعي إنه ما يتسمحش بيه. بغض النظر بقى احنا نكون عايزينه ولا ما نكونش عايزينه ولا بتاع، ولكن الطبيعي انه ما يتسمحش بيه. لان دي الحاجه برضو اللي كنت بفكر فيها، ان انا لما كنت بحس ان انا عايز اقرب من حد اكتر او مش عارف ايه او بتاع، واحس ان هو مش مهتم، فابتدي احس ان انا مرفوض، وابتدي احس ان انا وحش وما تحبش وما تنيلش وما انا بتاع ومش عارف ايه وكده. طب ما انت كنت لسه بتقول ان انت مش عايز ده اصلا يا نور، ومش عايز تدخل في علاقه. مش عايز ادخل في علاقه حب، بس يمكن اكون عايز اعرف حد. يمكن اكون عايز اعرف، بغض النظر برضه إن كان ده صح كان غلط، بس ممكن اكون عايز اعرف حد علشان بعد كده وقت ما احس هو ده الحد فاروح على طول. مش هطور الموضوع في اي ناحية من الحياة يعني.
اللي هنمشي بقى مع بعض ونخرج مع بعض وننزل مع بعض ونروح حفلات مع بعض آه ون آه ونمسك ايد بعض ونبوس بعض ونحضن بعض مش الجو بتاع اللي في اللي سو وات ده مش هدخل فيه ابدا ان شاء الله، يعني ربنا يعين. فاللي كنت عايز اقوله ان الحب والفراشات اللي بتطلع من الحب وصور السوشيال ميديا بتاعت الناس اللي مع بعض والكلام ده كله، لو هما مش مع بعض بشكل يعني شرعي، فهو هيظل شيء نهايته مش حلوة ومش كويس في اغلب الاحيان. وان كان حتى بالجواز، فالجواز ده انت ما تضمنش ان هو يكون ناجح لانه مبني على شيء غلط. هل يا نور لو في بنت انت قابلتها وهي عجبتك وبقى في كلام ما بينكم وبقى في كذا وكذا وكذا، هل انت مش هتدخل في بتاع مش عارف مين؟ ما هو انا زي ما قلت ربنا ما يعني يا رب ما تختبرنيش، انا ما اعرفش. انا كل اللي اعرفه ان انا اقدر اقول لك، ما اقدرش احكم على نفسي هعمل ايه، ما اقدرش احكم على نفسي اعمل ايه، بس اقدر اقول لك ان انا عارف ده صح ده غلط. هل انا هدخل في الغلط؟ هل هقع في زلة؟ هل هقع في معصية؟ هل هقع في بتاع؟ انا ما اقدرش بقلب جامد اقول لك كذا. كلنا شباب، كلنا نفسنا في حد يبقى معانا ويملى حياتنا، وحتى كبنات كتير نفسهم في مشاعر الحب والكلام ده، لان انا بجد فعلا ان هو اجمل شيء يعني. ولكن دي كانت، يعني انا كنت بحاول اقول لنفسي ما تحاولش تروح للسكة دي تاني. يعني كان الهدف من التفكير والمناقشة دي كلها ما تحاولش يا نور تروح للسكة دي تاني، وركز في حياتك. ايه اللي المفروض يحصل؟ ايه اللي المفروض من وجهة نظري انا اعمله او اي حد اصلا نفسه في الحب يعمله؟ ان هو يجتهد في طريقه، هو يجتهد في طريقه، اللي هو يشتغل على نفسه، يعمل الحاجة اللي هو مميز فيها، يحاول يجيب فلوس، يحاول يبني نفسه ويبني كيانه ويبقى بني آدم ذا ولا ذو بقى، هنقعد بقى نتكلم بالعربي كتير، صاحب شخصية وصاحب شيء قيم، وتتمنى تبقى صاحبه وتتمنى تعرفه وتتمنى تسمع منه وتتكلم معاه. لما تقدر تكون الشخص ده وتحس نفسك بنفسك حد عنده قيمة وكبير وماسك نفسه كده ومش عارف مين، ساعتها هتقدر بكل بساطة لما تحس بأي حاجة اتجاه أي حد تدخل باب من بيته وتقول سلام عليكم بتاع. لو اترفضت وقتها فده انتصار أصلا يعني. حتى لو يعني أنا استحالة أصلا هقول لك حاجة، مش حتة جواز صالونات. يعني أنا شايف إن أنا استحالة إن أنا أدخل في حتة جواز الصالونات دي، استحالة. بس أنا بتكلم في إن انا شفت واحدة عجبتني، حصل بينا تعاملات كتيرة على مدار فترة طويلة، فرضت علينا بحكم وجودنا في مكان واحد او في بيئة واحدة، فرضت علينا التعامل. حسيت بميل ناحيتها، مش هروح اقول لها تعالي نروح سيتي ستارز، لا، هروح اقول لها انا حاسس اني بحبك وانا عايزة اقابل بابا بقى زي ما بيقولوها في الافلام. مش هقول كده بصراحة، احس نفسي ممثل قوي. عايز اقابل بابا. ولكن يعني الفكرة وصلت. فما تجريش ورا الحب، اجري ورا نفسك، اجري ورا انك تعمل نفسك، والحب هيجي. و... وبجد يعني غصب عننا كأولاد، مش عارف قلتها في أول حلقة ولا لأ، بس مهما كانت فطرتنا سليمة هنفضل ضعف، هنفضل بنفتن، هنفضل مهما قلنا ان لا استحالة حاجة تحصل بينا واحنا
حاطين حدود جامدة جدا، ومش هنعمل كذا ومش هنعمل كذا ومش هنعمل كذا، الا ان هيبقى في دايما حاجتين. الحاجة الاولانية هي الفتنة والتصورات اللي متبقاش كويسة، والنفس وهي عمالة تؤمر ونفسها في كذا ونفسها في كذا ونفسها في كذا ونفسها في كذا. طبيعي بتحب حد هتبقى نفسك تعمل معاه كذا وكذا وكذا وكذا، وانت هتفضل تدوس على نفسك لحد امتى؟ مرة هتيجي نفسك تنتصر، سواء انت او هي، انتوا نفسكوا ضعيفة يعني. والحاجة التانية ان انت تفضل حاسس بالذنب. الموضوع مش هيبقى ممتع، الموضوع مش هيبقى جميل، الموضوع مش هيبقى بفراشات. لو انت فطرتك سليمة فهتفضل حاسس بالذنب. اللي بتمناه، اللي نفسي فيه في حياتي، ان انا اتجوز واعمل كل الحاجات اللي نفسي فيها دي بدون احساس بالذنب. هو ده ممكن؟ هو ده حقيقي؟ هو ده عادي؟ يا رب تفهموا الريفرنس. بس مش هقوله. اللي هو هدخل مع مراتي السوبر ماركت وانا ماسك ايديها، وهنجيب طلبات البيت وبتاع، ومش هبقى حاسس اني بعمل حاجة غلط، وهبقى حاسس ان ده طبيعي، وهبقى حاسس ان ربنا بيجازيني وانا بجيب طلبات البيت لاهلي. هصحى الصبح، او معلش، انا بس مش متخيل الموضوع. حد هيكون نايم جنبي على السرير، هصحى الصبح الاقيه جنبي. هو ده موجود؟ يعني هو ده انا مش متخيل انه ممكن يحصل لي في يوم من الايام. هل يعني في تصورات كتير لما الواحد بيتصورها ويسرح فيها بيحس بقد ايه الموضوع ده جميل. والجمال بتاع ده عمره ما هيكتمل غير لو اتبنى صح. لان مهما كان، لو عملنا كل الحاجات دي، مسكنا ايد بعض ورحنا وجينا وعملنا ومش عارف ايه وبتاع، بعد كده اتجوزنا، الجواز مش هيبقى ليه طعم اصلا. مره واحده يعني جايز تكون هتفضل لا حاسس بنفس الذنب اللي انت كنت بتحس بيه وانت ماسك ايديها قبل الجواز وانتوا متجوزين اصلا، فاهم؟ انا مش شيخ، انا مش بقولش ان انا مش هقع في الغلط. انا مش بقول ان انا لو في بنت حسيت اني بحبها وحسيت ان هي بتحبني، ان انا استحالة انزل اقعد معاها على كافيه في جروب او معاها. يعني زي ما قلت، اتمنى ما اعملش اي حاجة تغضب ربنا، اتمنى ربنا ما يختبرنيش اصلا، اتمنى ربنا يحفظني ويصوني مما يغضبه. لكن انا ضعيف وانا معترف بده، خصوصا اتجاه الحتة دي. والرسول بيقول فيما معناه، ممكن ما اكونش عارف الحديث بالحرف، ان ما تركت فتنة على امتي اكبر من النساء اصلا. يعني هو كل الفتن اللي في الحياة دي حاجة، وفتنة البنات دي حاجة تانية اصلا. ان دي اكبر من اي فتنة، ان الانسان ممكن يصبر على المال وممكن يصبر على الكذا وكذا، ولكن اكبر حاجة ممكن تفتنه هي النساء. وده مش كلامي، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. حاسس ان إن الحلقة دي صافية بزيادة، كونها انها في رمضان وبتاع وكده. اعتقد ان هي مناسبة لانها تنزل في رمضان بصراحة. و اتمنى يكون تفكيري ده نتج عنه شيء. جايز مراتي في المستقبل تسمعه وتحبه. جايز بحاول اوجه دايما رسالة لمراتي وولادي في البودكاست، لان انا عارف ان هو هيفضل موجود. وان شاء الله هم كده كده في يوم هيسمعوه يعني. ما تيجي نقول حاجه، ما تيجي نقول لهم حاجه، تيجي نقول لهم حاجه، والله نقول لهم حاجه. ليلى ازيك عامله ايه؟ ليلى دي بنتي. يا نهار ابيض، تخيل والله العظيم، تخيل بجد ان ممكن ربنا فعلا يكرمني ويجوزني ويبقى في بنت عندي ويبقى اسمها ليلى، وان هي في حلقة من الحلقات تسمع حلقة متسجلة من 10 20 سنة، وتلاقي بقول لها ليلى ازيك عاملة ايه. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، ده هيبقى في باتر فلاي افكت ابن لذينه في الموضوع. وما تيجي بجد عايز اسيب لهم رسالة بقى، بما ان الحلقة رايحة ناحية الكلام ده، فنسيب رسالة حنينة كده للشباب. للشباب. مع ان حاسس ان هي تبقى رسالة شخصية زيادة عن اللزوم، على ان اسيبها في حلقة هتتحط على الانترنت يعني. ولكن يعني هحاول اقول اللي ينفع يتقال. هحاول اقول. واكيد اكيد لما تتولدي يا ليلى برضو انا يعني هعمل لك حاجة مخصوصة ليكي كده، فيديو جميل كده. فهعمل لك دوكيومنتيشن كده، اقول لك في حاجات ممكن بقى انا اموت مثلا ولا حاجة، يبقى انت عندك
انا مش عارف، طب انا مش متجوز دلوقتي واحتمال اموت قبل ربنا يعني ربنا يرحمني قبل ما اتجوز، فانا بوجه رسالة لمين يعني؟ مش عارف. آه بس اتمنى اني ما اظلمكوش، واني وان افضل احبكم، وان بيتنا يبقى جميل وكويس، واننا نقضي اوقات حلوة ودافية مع بعض، ونستفيد من بعض وخبرتنا تتنقل لبعض. انتي تعلميني يا مراتي، ما اعرفش اسمك بقى، مش هحط اسم افتراضي، بس لو انت مش موافقة على اسم ليلى فانت مش مراتي عموما يعني. آه، آه، تعلميني الحاجات اللي انت بتعرفي تعمليها، والحاجات اللي انت بتحبيها تشاركيها معايا، وانا كذلك، ونقدر نربي البنوتة الجميلة ديت تربية صالحة تنفعنا بعد ما نموت يعني، تدعي لنا وتحبنا، ولا نبقى متشددين، ولا نبقى متفتحين بزيادة، نبقى وسط كده، ناخد من ده اللي شايفينه تمام، وناخد من ده اللي شايفينه تمام، ونحاول نرضي ربنا على قد ما نقدر، وبس. بحبكم، وانت كمان بحبك. المهم كانت حلقة عشوائية جدا، بس حاسس ان هي فيها مشاعر كتير يعني، حاسس ان هي دافية بزيادة. وبس كده. ده اللي كان عندي النهاردة، وحشتوني، ويا رب تكونوا خدتوا حاجة من ورا الموضوع، يا رب يكون في فكرة هنا ولا هنا اترمت عجبتكم. وبس، كان معاكم نور كامل، ومع السلامة.